ازيكم؟ لو انت ما تعرفنيش واول مره تشوفني، انا محمد يحيى، ودي اول حلقه في برنامج بورد التحقيقات. تخيل معايا مستشفى تتبني عشان تنقذ الناس، بس للاسف تتحول لمصنع موت. مكان بيقولوا عليه انه من اكتر الاماكن المسكونه في العالم. بصراحه انا في الحاجات دي يعني ما بصدقش قوي، بس فكره ان في جن وفي ناس بتحس بحاجات زي كده او بتشوف، فده شيء مذكور في القرآن، فطبيعي جدا انه ممكن يحصل. سنة 1910 في ولاية كنتاكي تحديدا في أمريكا فتحوا مستشفى ويفرلي هيلز، اللي كانت مبنية في الوقت ده لعلاج مرضى السل. بيقال إن في الفترة اللي فتحت فيها المستشفى لحد ما قفلت مات حوالي 60,000 شخص داخل المستشفى. والأغرب كمان إن الجثث اللي كانت بتموت دي ما كانتش بتطلع من باب المستشفى وتتسلم للأهالي عادي جدا زي المستشفى. الجثث دي كانت بتتنقل عن طريق ممر جوه المستشفى واسمه ممر الموت. المفروض إن الممر ده كان معمول عشان يطلعوا منه الميتين، عشان اللي لسه عايشين من المرضى ما يحسوش إن في حاجة غريبة بتحصل في المستشفى، أو يفقدوا الأمل بمعنى أصح. بس الرعب ما وقفش عند الموت بس. أقاويل كتير قوي بتقول إن في ناس بتسمع صوت صريخ، بيشوفوا خيالات ناس جوه المستشفى، بيشوفوا ناس في الشبابيك. فهل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ومن أشهر القصص اللي موجودة عن المستشفى دي هي الغرفة 502. اللي بيتقال عن الغرفة دي إن في ممرضة في الوقت اللي كانت مفتوحة في المستشفى شنقت نفسها جوه الغرفة، وفي ناس تانية بتقول إن في دكتور هو اللي قتلها عشان كانت حامل منه، وفي ناس تانية بتقول إن هي نطت من شباك الغرفة، وفي ناس تانية بتقول إن نفس الدكتور ده هو اللي زقها من شباك الغرفة. بس غريب بقى إن اللي بيخش الأوضة دي بيحس إن في حاجات غريبة بتحصل جوه الأوضة، بيحس بخيالات، حد بيبص له، في حد مراقبه. والكلام ده ما اتقالش من شخص واحد، ده في ناس راحت وصورت جوه وشافوا حاجات محدش يشوفها. ده عن الغرفة 502. في بقى قصة كمان عن طفل اسمه تيمي اللي مات جوه المستشفى مريض بالسل. ومن ضمن الحكايات في ناس بتقول ان هم بيشوفوا الطفل ده لسه بيتحرك جوه المستشفى، بيشوف كرة بتتحرك في المستشفى اكن في طفل بيلعب بيها. بس السؤال بقى هنا، هل ده الطفل الوحيد فعلا اللي مات جوه المستشفى ولا كان في اطفال تانية؟ بس في بقى سؤال مهم لازم نسأله لنفسنا، لو فعلا المستشفى دي مسكونة بالارواح، وعلى كلام الناس ان هي فيها حوالي 60,000 واحد مات جوه المستشفى، ازاي المستشفى دي لغايه النهارده مفتوحه للزيارات؟ ويفرلي هيلز اتقفلت سنه 1961، ومن ساعه ما اتقفلت لغايه النهارده ولسه في ناس بتروح وبتحكي عليها حاجات كتير جدا غريبه. بس السؤال هنا، احنا فعلا قدام مبنى قديم مليان اساطير ولا فعلا مستشفى مليانه بالارواح؟ ودي كانت نهايه قصتنا النهارده. ان شاء الله هنزل لكم قصص كتير الفتره الجايه. اهم حاجه ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب وتتابعني في كل اللي جاي.